السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتنا حمزة خفاجي تي في. والنهارده جايين نتكلم على الكيبورد. بس حابب اقول لكم ان احنا مش في الحقيقة جايين نتكلم على الكيبورد، احنا جايين نتكلم على الحروف العربي اللي مكتوبة على الكيبورد. هل تعرف اصل الحروف العربي تيجي منين؟ ومين هم المخترعين بتوعها؟ اكيد انت عارف ان اصل الكيبورد الحروف الانجليش من غير ما كان يبقى وجود الحروف العربي اللي موجودة عليها. فمين اللي اخترع الحروف العربي؟ هل هم فعلا مخترعين؟ طب ليه احنا ما بنسمعش عنهم؟ هم تاريخهم موجود فين؟ كل ده احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا، فاستعد عشان تسمع قصة مشوقة عن العربي اللي موجود في الكيبورد دوت اللي انت بتستخدمه لحد النهارده. ولكن طبعا زمان ما كانش فيه كيبورد، كان فيه تايب رايتر اللي هي الآلة الكاتبة، وده اللي احنا هنسمع عنه النهارده. فيلا بينا. قبل بس ما نبدأ القصة بتاعتنا ونخوض الرحلة بتاعتنا في تاريخ اختراع الكيبورد العربية، حابب بس ادي تنويه صغير، وهو ان المصادر اللي اعتمدنا عليها علشان خاطر نعمل لكم الفيديو دوت كانت تقريبا شبه مش موجودة. حاولت ادور في كل حتة والموضوع بتاعنا هو شبه مجهول حرفيا، على الرغم ان الناس دي حقيقية والاختراع دوت اختراع فعلا يستحق ان احنا نحكي القصة بتاعته ونحكي قصة المخترعين بتوعه، الا ان الكلام اللي موجود عليه على النت قليل جدا. فحاولت على قد ما اقدر ان اجيب لكم كل الكلام والحقائق اللي انا متاكد منها من المصادر اللي موثوق فيها. فاتمنى ان احنا نعمل فيديو كويس ويكون مبني على حقائق تاريخيه تعجبكم، وهسيب لك كل المصادر اللي انا اعتمدت عليها في الديسكربشن. وبس كده، يلا بينا. في عام 1890 كان الرسائل وكل حاجة في مصر بتتبعت بالكتابة عادي جدا. بيبقى في ناس شغلانتها ان هي تكتب الرسائل، بيكونوا معروفين بخطهم الحلو وان هم بيعرفوا يكتبوا رسائل بطريقة زي ما بنقول كده بروفيشنال شوية. بيكتبوا الرسالة وبيدوها لصاحبها مقابل مبلغ مادي معين ويبعتوها. واحد الناس اللي شغالين في دكان صغير في وسط البلد كان سليم حداد. كانت شغلانته الوحيده ان هو يكتب بخطه الرائع جدا اللي ما كانش في حد اللي ما يعرفه. ولكن بجانب كل اللي كان سليم حداد بيعمله، كان برضه مخترع وكان بيحاول ان هو يعمل حاجات كتير. راح درس بعض الحاجات في العديد من الجامعات اللي ليها دعوه بالهندسه، ولكن كانت دراسته بسيطه، واشتغل بعد كده في الدكان بتاعه اللي حكينا عليه في وسط البلد. ولكن هو كان شايف ان تاريخ الكتابه العربيه مش هيفضل طول عمره على ورق، وكان بيتوقع ظهور حاجه زي كده، حاجه ان انت لما تدوس على الزرار البتاع تتكتب قدامك، او الحروف يعني تتكتب قدامك من غير ما تحتاج ان انت تقعد تكتب بايدك. مجرد ما انت تكتب كده تلاقي الحروف على طول اتكتبت على الشاشه او الورقه او ايا كان اللي قدامك. طبعا ساعتها سليم حداد ما كانش عنده رؤيه مستقبليه ويعرف عن ظهور الكمبيوتر والكيبورد، ولكن كان بنفسه ان هو يشوف حاجه زي فكره مثلا التايب رايتر. التايب رايتر ما كانتش خيال ساعتها، الآلة الكاتبه كانت اوريدي موجوده في الغرب من زمان، وكان موجود فيها الحروف الانجليزي بتتكتب، وبتتكتب بشكل كمان حلو جدا وما فيهاش اي مشاكل، وعدلوا عليها والدنيا كانت تمام. ولكن مع ذلك في الدنيا في العالم العربي ما كانش لسه ظهرت حاجه زي كده، وهنا جه دور سليم حداد عشان يبدا الرحله بتاعته. بجانب العامل البسيط اللي شغال في حرفة الكتابة في وسط البلد، وكان عنده طموحات ان هو يطور من فكرة الكيبورد او التايب رايتر القديمة، كان عندنا واحد من رواد الاعمال وهو فيليبي واكد. فيليبي واكد هو اصلا سوري مصري، جه من سوريا على مصر وهو في سن صغير عشان خاطر يتعلم الهندسة، وبعد كده كمل رحلته في مصر لاختراع التايب رايتر. فيليبي واكد عكس سليم حداد كان شايف رؤيته بعينه، كان عارف ان هو عاوز يخترع التايب رايتر، واوريدي كان عنده بعض الامثله منها من الحاجات الغربيه، ولكن هو قابلته بعض المشاكل وقرر ان هو هيتفوق عليها بشكل ما، ولكن كان بس محتاج الطريقه. وهنا جه بعد 3 سنين حدث مهم جدا، كان حدث محوري فرق في حياه الشخصيتين بتوعنا سليم حداد وفيليبي واكد. فيلا بينا. عام 1893 تعال اخدك عزيزي المشاهد لذا كولومبيان اكسبوزيشن اللي اتعمل في شيكاغو واتعرف بذا شيكاغو فير. ذا شيكاغو فير دوت كان معمول لكل المخترعين، اي حد عنده اختراع خلاص خلصه او حتى شغال عليه او بس حتى فكرة الاختراع، اي حاجة ليها دعوة بالاختراعات هو كان المعرض معمول عشان كده. كان في العديد من الناس اللي كانوا عارضين في العديد من المجالات،
كان في بقى اكتر من سيكشن، وكل سيكشن لمجال معين. في كان مثلا سيكشن له دعوه مثلا بالاسانسيرات، فكره الاسانسير اللي انت شفتها النهارده كانت عرض لها نماذج اوليه في شيكاغو فير دوت. وفي سيكشن بقى اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده، وكان مسؤول عن تطوير الكتابه، اي حاجه ليها دعوه بتطوير الكتابه، زي مثلا تطوير الاله الكاتبه اللي كانت اوريدي موجوده، او مثلا تطوير فكره زي فكره الكيبورد بتاع النهارده، او تطوير اي حاجه ليها دعوه بالكتابه. المهم ان احنا ما نكتبش بايدينا زي زمان. وهناك فيليبي واكد كان موجود وسليم حداد كانوا موجود عشان يتفرجوا على السكشن دوت وياخدوا افكار تلهمهم علشان يحققوا حلمهم في تطوير الكتابه. وهناك هما الاتنين بيتقابلوا مع بعض وبيمشوا مع بعض، وهم ماشيين بيقابلهم حاجه عمرهم ما كانوا الاتنين يتوقعوها. الصدمة عزيزي المشاهد ان الفيليبي واكد وسليم حداد وهما مع بعض جوه المعرض قابلوا آلة كاتبة عربية. أيوة زي ما سمعت عزيزي المشاهد، قابلوا تايب رايتر عربية. الحلم اللي هما الاتنين كانوا نفسهم يعملوه لقوه متحقق قدام عينيهم جوه المعرض على ايد واحد من المخترعين العرب اللي سافر من مصر وهو صغير عشان يتعلم الهندسة في أمريكا، وبعد كده قدم الاختراع بتاعه في معرض شيكاغو بعد ما حقق حلمهم هما الاتنين قبل ما هما الاتنين حققوه. بعد ما جه الدور بقى على المخترع العربي دوت علشان خاطر يعرض الاختراع بتاعه في معرض شيكاغو، وسليم حداد وفيليبي واكد واقفين بفارغ الصبر عشان يشوفوا ازاي الآلة الكاتبة العربية دي هتشتغل، بتحصل الصدمة الأكبر وإن الآلة الكاتبة ما بتشتغلش على الإطلاق. في بعض المصادر بتقول ان الآلة الكاتبة ديت التايب رايتر فضلت تدوس على الزراير بس ما كتبتش اي حاجة، او بمعنى اصح كانت يوزلس ما بتشتغلش. وفي بعض المصادر قالت انها اتكسرت اصلا امام المشاهدين وما قدمتش اي حاجة. في الحالتين الناتج ان التايب رايتر العربية اللي كان مبهور بيها سليم حداد وفيليبي واكد وتوقعوا ان حلمهم اتحقق على ايد شخص تاني، ما اشتغلتش على الاطلاق. على الرغم ان التايب رايتر ديت ما تعتبرش اول تايب رايتر ناجحه عربيه، ولكن هي تعتبر اول ظهور لفكره التايب رايتر على الحياه كده متجسده ونقدر ان احنا نشوفها. ومن هنا فيليبي واكد وسليم حداد كل واحد فيهم شاف فرصته الحقيقيه انه يبقى هو المخترع الاول، بعد ما كان توقع ان فرصته الحقيقيه اتدمرت قدام عينه. وبعد رجوع الاتنين لمصر ابتدى كل واحد فيهم يشتغل. بعض المصادر بتقول ان هم بدأوا شغل مع بعض في خط طويل مع بعض، بعد كده اتقسموا وكل واحد راح اشتغل لوحده. وبعض المصادر بتقول ان هم كل واحد اشتغل لوحده من البداية وان هم ما كانش ليهم اي علاقة ببعض. ولكن في الاخر كل واحد فيهم طور جزء من التايب رايتر الآلة الكاتبة اللي موجودة الحديثة اللي عندنا النهاردة. وهنبتدي دلوقتي نمسك شغل كل واحد فيهم ونشوف ايه الاختراع اللي هو قدمه الحقيقي عشان يقدم لنا تايب رايتر عربية بتكتب وفعالة فعلا. فيلا بعد رجوع سليم حداد وفيليبي واكد على القاهرة وابتدى شغل كل واحد منهم منفردا تقريبا على حسب المصادر، الاتنين بيقابلهم نفس المشكلة بالظبط، وهي عدد الكاركترز العربي اللي محتاجينها علشان خاطر نعملها على التايب رايتر. شوف انت بالنسبة لك هتحتاج كام زرار علشان خاطر تكتب عربي. عارف ان دلوقتي في واحد بيسأل هو مش العربي فيه 28 حرف؟ طب ما الانجليزي فيه 26 حرف، يعني ما نزود زرارين وهيبقى عندنا 28 حرف، كل لما تدوس على زرار هيكتب لك حرف زي الانجليزي بس كده بقيت بتكتب عربي. مبروك عليك. وبس تخليها تكتب من مثلا من اليمين مش من الشمال، وبس كده خلصت التايب رايتر العربي. صح؟ هو ليه اصلا ما فيش حد اخترعها قبل كده؟ هرد عليك عزيزي المشاهد واقول لك ان سؤالك ذكي، ولكن محتاج تفتكر هو العربي كان بيتكتب ازاي. الانجليزي مفيش غير شكلين لكل حرف، شكل upper case اللي هو الشكل الكبير اللي بيتكتب في اول الجملة، وشكل lower case اللي هو تقريبا بيتكتب بيه معظم الكلام. وعشان كده الانجليزي بيكتب لور كيس طبيعي، وبيبقى عندنا زرار زي الشيفت بندوس عليه بعدين ندوس على الحرف عشان يكتب لنا النسخه الكبيره منه. اذا احتاجنا نكتب اسماء مثلا اسم مثلا شخص او اسم دوله او اسم حاجه محتاجه ابر كيس، او مجرد ان احنا نكتب حاجه في اول الكلمه. وبعد كده معانا الارقام ومعانا بقى النقط والحاجات ديت، وبس كده انت كده بقى عندك كيبورد انجليزيه متكامله تقدر تكتب بيها كل اللي نفسك فيه. ولكن الموضوع في العربي ما كانش كده خالص. خليني افاجئك واقول لك ان الكيبورد العربي كانت محتاجه 638 زرار، 638 كاركتر على الكيبورد، 638
علشان خاطر بس تقدر تكتب كل الاحتمالات اللي قدامك في العربي، ما تجيش في حته تقول مثلا ان انا مش لاقي الزرار على الكيبورد او من الحاله ديت مش موجوده. العربي زي ما انت عارف بيتكتب 4 اشكال لكل حرف او 3 على حسب الحرف. ال4 اشكال دولت بيكون الشكل اللي في اول الكلمه، الشكل اللي في نص الكلمه، الشكل اللي في اخر الكلمه، والشكل المنفرد لوحده. وطبعا عشان نعمل كل دوت لكل الحروف هتحتاج 4 اشكال لكل حرف، وده معناه 4 زراير لكل حرف. طبعا الموضوع كان صعب جدا عشان تعمل 638 حرف على الكيبورد. كمان العربي عكس الانجليزي، السبيسز فيه مختلفه. دلوقتي المسافات في الانجليزي هي لو جبت الحروف السمول بتاعت الانجليزي وجبت مثلا مسطره وقست مثلا حرف مثلا الاي هو قد حرف البي من تحت، وهو قد السي قد الدي. الانجليزي لو جيت قسمت الحروف كده هتلاقيهم كلهم واخدين نفس المسافه قد بعض، ونفس الحكايه الحروف الكابيتال كلهم واخدين نفس المساحه قد بعض. وعشان كده الموضوع ما كانش صعب ان الكيبورد تطبع كل حاجه بمسافات قد بعض. ولكن لو جيت بصيت دلوقتي على الحروف العربي، حرف الراء مثلا بياخد مساحه اضيق من حرف مثلا الباء، حرف اللام مثلا بيحتاج مساحه كبيره، حرف التاء مثلا بيحتاج مسافه، مثلا حرف الخاء مثلا وهو صغير كده مثلا وهو يعني واخد الشكل بتاعه اللي في اخر الكلمه بيبقى مساحته اضيق من لو كتب كده. فالحروف مش متقسمه مسافات ايكوال، مش متقسمه مسافات قد بعض، وده اللي صعب الموضوع. بقينا دلوقتي محتاجين نعمل زرار لكل حاله، زرار مثلا الخاء مع الراء عشان خاطر نجيب المسافه ديت، وزرار الخاء مع مش عارف ايه. خلي بالك كمان العربي ما كانش بيتكتب على سطر واحد. العربي مثلا نشوف مثلا اشهر كلمه وهي كلمه محمد مثلا، لو جينا كتبنا كلمه محمد كده هتلاقيها بتتكتب بشكل نازل لتحت كده، فهتحتاج تعمل الميم مع الحاء عشان تكتبها تحت بعض، والميم مع الخاء عشان تكتبها تحت بعض. ده غير ال4 اشكال اصلا بتاع كل حرف الاساسيين، لما تجربهم مع كل الحالات ديت هيطلعوا لك 638 حرف، بالاضافه بقى للارقام وللنقط. خلي بالك انت عندك الفتحه والضمه والكسره والشده، برضو الحركات بتاعت التشكيل بتاعت العربي. فكل الحروف ديت وكل الكاركترز ديت نتجوا لك ان انت بقيت محتاج 638 حرف على الاقل علشان بس تعمل كيبورد عربي بتعمل لك كل الحالات الممكنه عشان تكتب عربي كامل على الكيبورد من غير ما تحتاج ايدك انك تكتب. فيا ترى حلوها ازاي؟ سليم حداد وفيليبي واكد كل واحد فيهم بحرفته وبعقله فكر في الحل دوت بطريقه مختلفه. سليم حداد كان مبدع اكتر من ما هو مخترع، كان رسام اكتر من ما هو كان بيفكر في حل عملي للمشكله. وعشان كده كانت فكرته لحل المشكله هو ان هو يغير رسم الابجديه العربيه كلها. بدل ما نحتاج مثلا نكتب الميم بالشكل دوت مثلا، احنا ليه ما نلزقهاش جنب الحق من تحت على طول؟ ومن هنا بدأت فكرة سليم حداد ان هو يرسم ابجدية جديدة للغة العربية. وبدأ فعلا عمل زي ورقة كبيرة كده عمل فيها شرح كامل لايه اللي هو عمله، وازاي قدر يخلي الحروف العربي ما تحتاجش كل الزراير ديت. وفعلا قعد بدل ما مثلا يرسم الميمه مش عارف ايه غيرها، الالف مثلا غير شكلها اللي كان بيترسم بمايل سنه ان هي تبقى خط واقف، غير بعض الحروف اللي كانت بتحتاج مسافات طويله مثلا معينه. علشان كده خلى الحروف العربي كلها تترسم لازقه في بعض وعلى خط واحد بدل ما تحتاج 3 خطوط علشان تترسم. حرف اللام مثلا والحروف اللي كانت بتحتاج مسافات كبيره قرر ان هو يلزقها مع الحروف عشان بس تطلع تترسم بس كده وخلاص، محتاج من غير ما تعمل شكل كبير عامل كده زي العربي القديم. والنقط وكل الكلام دوت غيره، بدل ما تبقى النقط اللي عامله كده مش عارف ايه تبقى نقطتين بسيطين فوق كل حرف. وبعد كل التغييرات الكبيره جدا ديت نتج العربي اللي انت عارفه اللي بيتكتب على الكيبورد لحد النهارده. فنتج دلوقتي العربي اللي كله بيتكتب على سطر واحد، اللي هو العربي السيمبليفايد، العربي البسيط زي ما هو اسمه بالانجليزي. ويلا بينا نروح نشوف فيليبي واكد عمل ايه. فيليبي واكد كان مخترع دارس هندسة ورائد أعمال في المقام الأول، وعلشان كده كانت فكرته لتطوير الموضوع ما كانش تغيير الأبجدية. هو كان عنده خلاص هو ده الفونت الموجود وده الشكل الموجود للحروف، أنا هفكر في طريقة مختلفة. وعشان كده بيقال ان فيليبي واكد اخترع 3 حاجات، او هي يعني الناس مش فاهمين قوي هو ايه اللي هو عمله، ولكن المصادر في 3 احتمالات بتقول ان هو عملهم. وتعالوا نقول ال3 حاجات اللي هو عملهم علشان خاطر يغير فكرة عدد الحروف الضخمة اللي محتاجينها ويقلل من عددها. اول حاجة عملها وهي ميكانيزم الارقام. دلوقتي بقيت مثلا تكتب حرف التاء مثلا فيتكتب اللي هو الانيشيال فورم بتاعه او النسخه اللي هو بيتكتب بيها في اول الكلمه،
ولو دوست على حرف واحد مع الحرف دوت يكملهولك للنسخة الكاملة، ولو دوست على حرف 2 مع الحرف دوت يكملهولك للنسخة اللي هي في نص الكلمة. وبكده بقى عندك النسخة اللي هي في نص الكلمة، النسخة اللي في آخر الكلمة واللي في أول الكلمة، والنسخة اللي هي لوحدها أو اللي هي الايزوليتد اللي هي انت بتتكتب لوحدها من غير ما في أي كلمة، اللي هي النسخة الرابعة من الحرف. هي عبارة عن برضو النسخة الأولية بس محتاجة نسخة، يعني هتكتب لها من الآخر حرف الواحد زي ما بتعمل مع النسخة اللي هي في آخر الكلمة. وبس كده انت كده حرفيا حليت 3/4 المشكله. المشكله الباقيه اللي بقيت لك ان انت هتضطر تكتب مثلا حالات للحروف اللي هي مثلا زي الميم اللي محتاجه مسافه مثلا زياده، او الراء مثلا يعني زي ما قلت لك فكره المسافه. طب فيليبي واكد حل حوار فكره المسافه دي ازاي؟ ببساطه جدا عمل ميكانيزم زي عصايه طويله حديد كده بتطلع من تحت متوصله ببعض الحروف، وعصايه تانيه متوصله ببقيه الحروف، والاتنين متوصلين بزرار السبيس. وكل لما تدوس على حرف الكيبورد او التايب رايتر الآلة الكاتبة بتشوف بقى عن طريق العصاية، يعني هي العصاية المتوصلة، انت لما بتدوس على السبيس العصاية ديت لو الحرف متوصل بالعصاية الأولى بيتكتب بمسافة كبيرة، ولو الحرف متوصل بعصاية صغيرة بيتكتب بمسافة صغيرة، وده بناء على التروس اللي هو وصلها بالعصايتين دولت اللي في الآخر متوصلين بالسبيس بار زي ما قلنا. وده ساعد على فكرة إن أنت ما تغيرش في شكل الحروف، تسيب العربي بيتكتب بنفس شكله، ولكن توسع المسافات اللازمة للحروف اللي محتاجة مسافات أكبر. وهنا في الحالتين فيليبي واكد وسليم حداد الاثنين قدروا ان هم ينزلوا عدد الحروف بتوعهم لتقريبا 70 او 50 حرف، حاجه في الرينج دوت. وهنا بقى عندنا عدد حروف كويس جدا ان احنا نبتدي نكتب بيهم، ولكن برضو 70 حرف هو رقم كبير، احنا عايزين ننزل بالكتير ل 40 حرف مثلا او 30 حرف مش اكتر من كده. ف70 كان في يعني حاليا بقى ضعف الكميه اللي احنا محتاجينها، ولكن على الاقل على حسن الحظ مش زي 638 حرف. فاحنا قدرنا دلوقتي بقينا اقرب واقرب للهدف بتاعنا، وفاضل بس حاجه صغيره اللي خلت الاتنين يقدروا ان هم ينجحوا في التايب رايتر بتاعتهم ويقدموا اول تايب رايتر عربيه. سنة 1898 بعد مرور 5 سنين من معرض شيكاغو، فيليبي واكد وسليم حداد كل واحد فيهم طور التايب رايتر بتاعته لافضل نسخه ممكنه. سليم حداد رسم ابجديه اجدد، وده ساعده ان هو ينزل بعدد الحروف من 70 حرف ل 53 حرف. استغنى عن بعض الحاجات الزياده اللي كان حاططها، وزود الشده والحاجات ديت بدل ما تبقى معموله لكل حرف تبقى معموله بس يعني في الارقام كده، وتعمل لها شيفت علشان خاطر تجيبها مش ان هي تبقى مرسومه مع الحروف، وده ساعده ان هو ينزل ل 53 حرف. اما بالنسبه لفيليبي واكد زود زرارين مهمين جدا جنب الشيفت، زرار الالت وزرار الكنترول. ما كانوش طبعا معروفين باسم الت وكنترول ساعتها، ولكن فيليبي واكد يعتبر هو المخترع لزرار الالت والكنترول. زرار الشيفت كان بيبدل من شكل الحرف لشكله التاني، وزرار الالت وزرار الكنترول كانوا بيحولوه من شكله الانيشيال لشكله مثلا الانيشيال ده هو الاولاني لشكله مثلا اللي في النص او شكله اللي في الاخر. وساعتها استغنى فيليبي واكد عن وضع الفورمات ديت جوه الارقام اللي انت مثلا تدوسها مع واحد او تدوسها مع اتنين، وساب الواحد والاثنين والثلاثه وكل دول لحروف الشده والكسره والضمه والحاجات ديت. وده ساعده برضو لتقليل عدد الحروف لتقريبا برضو 53 حرف زي سليم حداد. وكده هما الاثنين وصلوا لافضل نسختين من التايب رايترز بتاعتهم. وعلى 1899 بعد مرور سنه من الحدث دوت الاثنين كل واحد فيهم باع عدد ضخم من التايب رايترز بتاعته. بيقال ان سليم حداد تقريبا في اول كام شهر من عمل التايب رايتر بتاعته باع 100 نسخه من التايب رايتر بتاعته من الاله الكاتبه بتاعته، وطبعا ده رقم كبير طبعا مقارنه بساعتها، مقارنه بالناس اللي كانت بتكتب. ايه بقى اللي حصل بعدها؟ تعالى نعرف. بعد سنة كمان تقريبا على سنة 1900 بيحاول سليم حداد ياخد براءة اختراع على أول شخص يخترع الآلة الكاتبة العربية، وفي نفس الوقت فيليب حداد بيتنافس معاه على إن هو يحصل على أول براءة اختراع للكاتبة العربية. ولكن اللي بيحصل ان سليم حداد بياخد براءة اختراع على الابجدية العربية الحديثة وعلى براءة الاختراع ليها، وفيليبي واكد بياخد براءة اختراع على الميكانيزم بتاع الالت والشيفت،
والاتنين بياخدوا براءة اختراع على التايب رايتر. وعلى الرغم ان حاليا اللي معترف بيه اكتر ان سليم حداد هو المخترع الحقيقي للكاتبة العربية، وان هو جه قبل فيليبي واكد بساعات وده يديله حق براءة الاختراع، ولكن فيليبي واكد يزال شخصية مهمة معانا وسبب رئيسي في وجود زراير الالت والشيفت والكنترول اللي بيساعدونا في التبديل بين الحروف، وبيساعدونا كمان مش بس في اللغة العربية بل في العديد من اللغات للناس اللي جت طورتها وجت بعد. ومن هنا بعد مرور الزمن ودخول الكيبورد العربية في عالم العرب وتطويرها، ابتدى الناس بقى المخترعين اللي جو بعد فيليبي واكد وسليم حداد ان هم يدمجوا الحروف بتاعه سليم حداد مع الاختراعات بتاعه فيليبي واكد، وبرضه بعض الاختراعات اللي قدمها سليم حداد في النسخه بتاعته عشان يعملوا النسخه الافضل من الكاتبه العربيه. ابتدوا ان هم يقللوا عدد الحروف اكتر، وان هم ياخدوا حركات الشده والكسره والفتحه والحاجات ديت من الارقام وينزلوها مع الحروف عشان نقدر نستغل الحروف في ان احنا نحط حاجات زي علامات الاستفهام وعلامات التعجب وهكذا. وابتدى مع مرور الوقت ان التايب رايتر تندمج بافكار كل الناس، سليم حداد وفيليبي واكد ومخترعين كمان من بعدهم، ويظهر لنا مع كل المخترعين دولت مع بعض المجهولين والمعروفين تايب رايتر عربية واحدة بتكتب لغة عربية بالظبط زي ما كانت الناس محتاجاه، عدد حروف قليلة، لغة عربية بسيطة وسهلة ومفهومة ومقرية، أبجدية شكلها حلو وفي نفس الوقت بسيطة. وبعد ما بيمر الزمن أكتر وأكتر وأكتر بكتير جدا بيجي وقت اختراع الكيبورد، وبيجي بعض المبرمجين العرب المصريين والغير مصريين اللي بيسافروا بره وبيستخدموا البرمجه في ان هم يستخدموا نفس فكره الميكانيزم بتاع فيليبي واكد ونفس الفونت بتاع سليم حداد علشان خاطر يبرمجوا الكيبورد العربيه. وبعد استخدام نفس الفكره، ما خلاص الفكره اتعرفت، كل الفكره بقى ان هم كانوا يحطوها على الكمبيوتر، ببعض الاكواد البرمجيه وبعض رسم الفونتات على الكمبيوتر بتظهر لنا الفونت العربي على الكمبيوتر. وبقيت النهارده تقدر ان انت تدوس على اي زرار والكمبيوتر لوحده من غير ما تستخدم زرارات الالت او الشيفت او الكنترول، لوحده بقى يقدر يبدل بين الحروف، لان هو بقى فيه بيستخدموا تقنيه زي اوتوماتيك شيفت او اوتوماتيك كنترول، ودي بالفعل متبرمجه جوه الجهاز. يعني انت الكمبيوتر بيعتبر كانه داس على شيفت وكتب الحرف لما بيكون موجود في الموقع اللي هو محتاج يداس عليه شيفت مثلا في نص الكلمه. وبس كده، بينما تغرب الشمس على شوارع مصر والوطن العربي مع أهراماتها العريقة ونيلها الكبير، بيكون معانا لغة عربية نقدر نكتب بيها بطريقة حديثة بدل الطريقة القديمة. ما بننساش عراقتنا في ان احنا نكتب على ورق ونتفنن في فونتات جديدة واساليب جديدة في الكتابة. مع ذلك احنا شغالين مع برضو التكنولوجيا في ان احنا نطور ونزود على الكيبورد بتاعتنا، وبعد مرور الزمن اكتر واكتر بقى عندنا هي دي النتيجة، عربي مكتوب مطبوع زي ما انت شايف كده من غير اي تعب، وبنطبع الاف وملايين الكتب. فهو ده كان ناتج فيليبي واكد وسليم حداد. في الاخر لما تيجي على الكمبيوتر بتاعك وتوصل الكيبورد وتدوس على كام حرف وكام كلمة تكتبهم، تلاقيهم اتكتبوا قدامك في اماكنهم من غير ما انت تتعب على الاطلاق. فاول ما في اي يوم تفتح الكمبيوتر بتاعك وتكتب اي حرف على الكيبورد، افتكر قصة المخترعين العظام اللي قدموا لك اللغة العربية اللي انت بتستخدمها لحد النهاردة. وبس كده، اتمنى ان تكون عجبتكم قصة النهاردة وفكرة فيديو النهاردة. لو مهتمين ان انتوا تعرفوا قصص اكتر وحاجات كتير جدا ما وراء اختراعات كتير عظيمة وقصص عربية اصيلة وحاجات جميلة جدا كتير، ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب، اتفرج على انستجرام فيسبوك وتويتر عشان ما يفوتكوش اي جديد، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة اول باول. هستناكم في فيديو جديد. شكرا وسلام.